سنة 1984 كان في طالبة اسمها جينيفر تومسون، طالبة جامعية عندها 22 سنة عايشة في ولاية نورث. في ليلة من الليالي دخل عليها راجل في مكان سكنها واعتدى عليها في واحدة من أبشع التجارب اللي ممكن تحصل لأي إنسان. طبعا الشرطة اتحركت وجينيفر ادت أوصاف دقيقة جدا للشرطة للمعتدي عليها، قالت طوله وشكله ولون بشرته وشكل شعره، كل التفاصيل اللي قدرت تفتكرها وهي تحت ضغط رهيب. بعد كام يوم الشرطة عرضت عليها طابور عرض فيه صور لمشتبه فيهم. جينيفر وقتها شاورت على شاب اسمه رونالد واختارته وقالت بكل ثقة هو ده، انا مش ممكن انسى ملامحه، انا واثقه بنسبه 100%. رغم ان رونالد وقتها كان شاب عنده 22 سنه وشغال في محل ومفيش اي دليل مادي ضده، لكن ثقه جينيفر القويه واصرارها خلوا المحلفين ياخدوا بكلامها. وهناك في المحكمه ما كانش فيه شهود غير الضحيه نفسها جينيفر، ومع وصفه ليها وثقتها واصرارها وكلامها اتحكم على رونالد بالمؤبد 11 سنه. رونالد طبعا حاول يعمل استئناف لكن ما كانش فيه فايده، وقعد فتره كبيره يحاول يثبت براءته وانه ما كانش حتى قريب من مكان الجريمه. لكن في التسعينات ابتدى تحليل الحمض النووي الدي ان ايه يدخل المحاكم. رونالد وقتها طلب اعاده فتح التحقيق وان هم يحللوا الادله اللي كانت محفوظه، والنتيجه ان الدي ان ايه ما كانش بتاع رونالد، كان بتاع شخص تاني اسمه بوبي بول كان موجود في نفس المنطقه وقتها. والكلام ده كان صدمه للمحكمه والرونالد والجينيفر نفسها، رغم ان هي كانت متاكده وواثقه ان هو ده الشخص.